عليكم، شلونكم طلاب؟ ان شاء الله بألف خير. وياكم الاستاذ عباس على الغالبي. طلاب، طبعا من مثل ما عودتكم انشر لكم الاخبار الموثوقه 100% والاخبار الرسميه، وما انشر لكم خبر اذا ما اتاكد من عنده مليار بالمية يلا انزل لكم. فاشتركوا بقناتي مال يوتيوب حتصل لك الاخبار اول باول. طلابنا اكثركم لحد هاي اللحظة جاي يتراسلون عن هذا المنشور اللي هو وزارة التربية تنفي. طبعا هذا وزارة التربية هي اللي نشرته. وزارة التربية تنفي تعطيل الدوام الرسمي في المدارس يوم غد الثلاثاء باستثناء المحافظات التي قررت التعطيل. زين، شنو هذا استاذ؟ شوف، بالبداية هواي قنوات الوهمية اللي دائما نحذركم من عندها نزلت قراءة يعني منشور قالت انه جميع المحافظات عطلت. هي بالتالي مو كل المحافظات عطلت، فقط محافظات. كم محافظة عطلنا لحد الآن؟ 8 محافظات، واحتمال اكو محافظات اذا عطلت راح انزلها لكم انا. فوزارة التربية من شافت هيك قنوات قامت تنشر، فنزلت قالت ننفي تعطيل الدوام الرسمي في جميع المدارس او في المدارس يوم غد الثلاثاء باستثناء المحافظات اللي قررت تعطيل الدوام. هن اللي قررن تعطيل الدوام اللي هنا ذني: المثنى، الديوانية، ذي قار، النجف، واسط، بابل، ميسان، البصرة. ذني لحد الان 8 محافظات عطلن مليار بالمية. اذا مثلا منا للوحدة راح ننتظر، اذا مثلا عطلت بعد محافظة ان شاء الله راح ننزلها لكم اول باول. تمام طلابنا؟ فهذا القرار اللي نزلته لكم، وضحته لكم. اكثركم جاي يراسلون عليه بالبوت. وصلنا نهاية الفيديو، في امان الله وحفظه.